تلات افلام وحشه ما تتفرجش عليها الجزء التاني. رقم واحد فيلم العنكبوت لاحمد السقا. فيلم يمكن لو كان اتعمل في الستينات في السبعينات كان هيبقى لطيف، لكن ان هو ينزل في 2023 24 لا، ما ظبطتش معاهم خالص. قصه تعبانه، جرافيك تعبان قوي، الاكشن تحس ان انت بتتفرج على حاجه جاكي شان في التسعينات. يعني عارف انت الشغل بتاع قبضة الهلالي، حاجة شبه كده شوية. الفيلم فشل فشل ذريع وما حدش يعني ركز معاه خالص يعني، وتجربة مش موفقة تماما لأحمد السقا. الفيلم التاني هو الفيلم اللي قفل لي الصفحة اللي قبل دي، فيلم الأبيضاني. الأبيضاني اللي بياكل كبدة نية، عارفينه الراجل ده بتاع المخرج الزيني. متتفرجوش عليه برضه، الفيلم ده وحش جدا. فيلم أظن إن هو كان مثلا ممكن ينزل برضه في السبعينات في الستينات. وعلى ما اظن ان الفيلم ده لما كان هيتعمل زمان كان من بطولة محمود عبد العزيز بقى واخراج عاطف الطيب ومش عارف ايه، كان هيبقى حاجة لطيفة زمان. لكن